تخنت قوي يا جماعه، انا تخنت. ايوه انت تخنتي، احنا مالنا؟ لازم تساندوني، لازم تقفوا جنبي. امال ولادي ازاي؟ الله. طب على فكره بقى انا جوعت جدا، وانا كمان جوعت، مش انت لوحدك. طب هتاكلينا ايه بقى في الدايت ده؟ ممبار وتشيكن ستريبس. ممبار في الدايت؟ ممبار وتشيكن ستريبس في الدايت بكره من بكره. النهارده بقى ممبار وتشيكن ستريبس. انا عندي فكره حلوه قوي تخليها تعرف تاكل كل الكلام اللي هي عايزاه ده، وكمان تبقى هديه عيد الام. هديه عيد الام؟ بقول لكم عايز اكل، استنى عيد الام عشان اكل. على فكره انا عرفت انت بتفكري في ايه. بجد؟ يلا بينا. يا سلام، انا الوحيده اللي مش بفهم. انا عايزه اكل دلوقتي ممبار وتشيكن ستريبس. تقولي لي عيد الام. هديتك وصلت يا ست. الله رافال، هي اير فراير حلوه جدا، بس اشمعنى رافال يعني؟ 1450 واط، 5 لتر، حلتين. مش بس كده، ها؟ معاها هدايا كتير قوي كمان هتشوفي. يعني انتوا جايبين هدايا ورافال جايبه لي هدايا، صح أيوة. كده؟ طب ممكن تفتحها لي بقى علشان اشوف الكلام ده، وكمان هتعملوا لي فيها الاكل. بس مش انا والنبي، خلي البنت دي اللي تعمل. انا هعمل الاكل. انت اللي هتعملي الاكل؟ طب انا عايزه اكل ممبار وتشيكن ستريبس وسمبوسه. هي هتعملهم ان شاء الله. ممبار وتشيكن ستريبس وسمبوسه وبطاطس وكل اللي قلبك يحبه وزياده. على فكره انت فرحانه عشان هي اللي هتاكل، واضح ان انت اللي هتاكلي مش انا. تحيي بقى وريها لي، ووريني الهدايا اللي بتقولي عليها دي. يلا بينا. يلا بينا. عايزه اقول لكم بقى انها مش بس عملت الممبار والتشيكن ستريبس اللي كان نفسي فيهم، لا ده كمان عملت سمبوسه وبطاطس محمره، دبابيس وفرخه كامله وبطاطا، وكمان يا جماعه جففت فيها الخضره فعلا رهيبه. اير فراير رافال جاي معاها 10 هدايا. ورق زبده، طبعا انتوا كلكم عارفين ان الورق ده بنحطه في الاير فراير علشان نحط عليه الاكل. طيب جاي ايه تاني؟ جاي معاها الليفه السفنجه الجميله دي اللي بتنضفها، وقوالب الكب كيك الورق، وكمان الماسك الحلو ده، وكمان جاي معاها قطعه البيتزا اللي انتوا شايفينها دي، وعلى فكره حاميه جدا خلي بالك. جاي معاها كمان الفرشه دي عشان لما تحبي تحطي الزيت بالفرشه، وجاي معاها كمان الماسك ده لما تحبي تطلعي بيه اي حاجه من الاير فراير او حتى من الفرن، وكمان رشاش الزيت الجميل ده اللي بيخليكي تتحكمي في كميه الزيت، وقوالب الكيك السيليكون. بصوا ما شاء الله، حاجات كلها مفيده ومهمه جدا، وفعلا ما فيش بيت بيقدر يستغنى عنها. وعلى فكره بقى في حاجه فرحتني جدا يا جماعه، جاي معاها كتيب في طرق اكلات حلوه قوي ما يخطرش على بالك اصلا ان الاير فراير ممكن تكون بتعمل كل ده. طبعا احنا في الفيديو ده هنعمل مع بعض شويه اكلات منهم، بس مش كل دول بصراحه، هو جاي معاهم افكار حلوه كتير قوي. يلا بقى مع بعض نفتح ونشوف الاير فراير الحلوه دي عباره عن ايه. جاي معاها حلتين، حله للتحمير والحله الثانيه للشوي. ادي الحلتين اهو قدامكم، كلمه 5 دي يعني ضمان 5 سنين على القلايه دي. بعد كده بقى انا عايزه اقول لكم بتتقفل ازاي. بتضغطي من الناحيتين كده علشان بس تطبق على بعضها، علشان تبقى قويه ومحكمه شويه. الكلام ده لو انا عايزه اشوي. طب لو انا عايزه احمر، بشيل الايد دي وبحط القلايه بتاعتها وبدوس على الزرار كده بركبها، بروح مدخلاها. اقفليها بس من الناحيتين زي ما انا عامله في الفيديو، اول مرتين 3 بس. بعد كده لما جيت استخدمها بصراحه كتير لا، لقيتها بتدخل على طول من اول مره. فيها ناحيتين يا جماعه، الناحيه اليمين بتاعه الدقايق والناحيه الشمال بتاعه الحراره. بصوا بقى عايزاكم تركزوا معايا، زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي كل رسمه عليها درجه الحراره والدقايق اللي المفروض تعملي عليها الاكله دي. يعني مثلا لو بطاطس او فراخ او جمبري، كل حاجه مكتوب عليها، وطبعا على حسب الحاجه اللي انت حطاها. يعني مثلا لو انا حاطه دبابيس فراخ كبيره، انت هتحطيها اصغر، ممكن تاخد معاكي وقت اقل. المهم يعني ان احنا دلوقتي عايزين نشوف بتشتغل ازاي. انا حضرت الدبابيس دي، تبلتها بكل التوابل اللي انت بتحبيها عادي جدا، باي توابل يعني. وبعدين حطيت الورقه دي بتاعه الاير فراير اللي جاي معاها هديه، وكمان ماسكه الرشاش بتاع الزيت. ابتديت ان انا احط الدبابيس وارش الزيت، يعني فتحت الرشاش وحطيت جواه زيت ورشيت شويه زيت زي ما انتم شايفين كده، وهدخله بقى الاير فراير. اخد 25 دقيقه على 190، ونيجي في نص الوقت بالظبط، يعني قولي كمان ربع ساعه كده، نقلبه على الناحيه الثانيه، هيبقى فاضل له 10 دقائق وهيبقى كده خلاص. طب انا دلوقتي شلتها في نص الوقت. طب لو انت خايفه ان انت ما تركزيش او ما تقعديش جنبها، تعملي ايه؟ يعني مثلا الدبابيس دي اخدت معايا 25 دقيقه، فتيجي من الاول تعملي 12 دقيقه، هتزمر معاكي، روحي حطاها 12 13 دقيقه كمان على الناحيه الثانيه، هتبقى كده هي استوت. لو انت خايفه انك مش عايزه تقعدي جنبها يعني. لكن انا بصراحه بعمل الوقت على بعضه، واجي في نص الوقت كده اروح مقلباها على الناحيه الثانيه. بصوا يا جماعه بجد الدبابيس طلعت حلوه قوي، رغم اني ما سبتهاش في تتبيله. انا حطيت التتبيله وشويه زيت ودخلتها، ما كنتش اتصور ريحتها
ولونها وطعمها يبقوا بالجمال ده. بس انا بصراحه كنت مشققاها شقتين 3 كده علشان ما تاخدش وقت طويل، وفعلا حلوه قوي، ما صدقتش فعلا انها عملتها بالشطاره والطعامه دي. يلا بقى علشان نغير الايد ونحط الحله بتاعه القلي. انا دلوقتي محضره تشيكن ستريبس او تكون فراخ بانيه، وترصيها جنب بعض كده وتزنقيها كده جنب بعض وترشي عليها زيت، وتبداي بقى ايه تشغلي. اهو شايفين حطيتها من مره واحده دخلت على طول اهو. زي ما كنت بقول لك التشيكن ستريبس اخذت معايا حوالي 23 دقيقه على درجه حراره 185، وطبعا ممكن الوقت يزيد شويه او يقل شويه حسب سمك التشيكن ستريبس دي. وطبعا تطلعيها في نص الوقت وتقلبيها على الناحيه الثانيه وتدخليها تاني. انا طبعا حطيت الزيت كنت حطاه في وش، دلوقتي انا بحطه في الوش التاني. يعني الرشه دي ودي يا جماعه بتهيالي ما يجوش معلقتين زيت على بعض. وبتطلعي بقى تشوفي حاجتك لو استوت ما استوتش، بتشوفي ايه الوش اللي ما استواش وبتسيبيه 3 4 دقائق كمان. بس هي فعلا بتكون استوت. وعلى فكره يا جماعه عايز اقول على ملحوظه، هي قويه. احلى حاجه في اير فراير رافال ده غير انها مصريه وكمان سعرها حلو قوي. واللي عاجبني فيها اكتر واكتر بقى ان الحاجه مش ناشفه، الحاجه مستويه وجوسي في نفس الوقت. يعني الحاجه محمره او مشويه بس واخده شكل جميل من بره وطريه ومستويه جدا من جوه. دلوقتي بقى انا هحط البطاطس. انا بعد ما خرطت البطاطس يا جماعه عموما انا بحب اسلقها 3 4 دقائق الاول، وبعدين انا بعد ما سلقتها رشيت عليها الزيت ورحت مشغله عليها الاير فراير. اخدت معايا حوالي 23 دقيقه على درجه حراره 200. وطبعا كده البروجرام فوق مكتوب عليه تعملوا قد ايه دقايق وقد ايه درجه حراره. بصوا هنا الوقت نصه خلص. حاولت اقلبها على الناحيه الثانيه ورش زيت تاني لان كنت رشه زيت على الوش بس. يا اما تكوني من بره رش عليها كلها ومقلباها كلها وتدخليها، يعني يا اما كده يا اما كده. هو الاير فراير عموما لازم تدي بطاطس سلقه دقيقتين 3. الموضوع ده مهم جدا عشان تتعمل معاكي وتبقى حلوه وتبقى كريسبي زي ما انتم شايفين كده. تطلع بقى وتحطي عليها التوابل هتلاقيها استوت من جوه وكريسبي من بره وفعلا حلو قوي. لازم تجربوها بجد. دلوقتي بقى اللي فاجئني البطاطا. بس عايز اقول لك على حاجه، بعد ما تغسلي البطاطا كويس لازم تنغزيها كذا نغزه كده عشان تطلع العسل اللي فيها. دخلت البطاطا وكانت بطاطا حجم متوسط، اخدت معايا 35 دقيقه على درجه حراره 200. وطبعا جيت في نص الوقت يعني بعد ربع ساعه تقريبا قلبتها على الناحيه الثانيه. ولو تلاحظي معايا عشان منغزاها بتطلع العسل بتاعها واستوت يا جماعه وبقت جميله جدا. انا بس حبيت اقول لك انها بتعمل حاجات كتير قوي، وعلى فكره بتعمل سمك وجمبري وبتعمل كل حاجه. انا بس عشان الفيديو ما يطولش عليكم حاولت ان انا الم لكم اكبر عدد من الاكلات، ولسه هحطها في حاجات تانية دلوقتي هوريها لكم. ولا بقى تدخليها الفرن ولا تحمريها ولا تستهلكي زيت كتير. بصراحه حلوه وقويه وزي ما انتم شايفين الحاجه بتطلع حلوه قوي. طب المفاجاه معانا النهارده يا جماعه، لو انت نفسك في باودر بقدونس او كزبره خضراء او شبت طعم مركز وريحه تجنن، هتدخليهم في الاير فراير وهتحطيها على 160 كدرجه حراره من 10 ل 12 دقيقه. هتطلع معاكي زي المنظر اللي انتم شايفينه ده. هي حلوه قوي. وطبعا لو في اي عيدان ما رضيتش انها تبقى باودر معايا يعني خلاص مفيش مشكله خالص. بس الريحه مركزه. انا حاسه ان انا عملت البقدونس ده بشكل مركز. مثلا هتتبلي الكفته، مثلا ما عندكيش خضره للمحشي وعايزه تعملي تتبلي بيها فراخ مشويه، تتبلي بيها لحوم. الخضره المجففه دي يا جماعه وفي الصوصات كمان حلوه قوي. بصراحه بقى انا قلت اتحدى رافال واجيب فرخه على بعضها، شققتها كده من كل حته بالسكينه ورحت حاطه جواها التتبيله وشويه زيت ودخلتها في الاير فراير. عملتها على درجه حراره 200 وقلت اشوفها هتاخد وقت قد ايه. فيا جماعه حطيتها نص ساعه وطلعتها. انا بالنسبه لي كانت مستويه بس قلبتها على الناحيه الثانيه. تديها بقى ربع ساعه تاني تلت نص براحتك لغايه ما تستوي معاكي، عشان طبعا كل فرخه حجمها ووزنها غير الثانيه. يعني بصوا الوش ده ابيض صح بس كان طري ومستوي، بس انا عايزه اديله لون، عايزاها كلها تبقى مشويه. الصوص اللي طلع منها ده يا جماعه حلو قوي، يا ريت ما تتخلصيش منه لانه بيخلي صدر الفرخه لما تقلبيها عليه طري. وفعلا حلوه جدا يا جماعه بجد جميله. انا لازم عايزاكم تجربوا. والفرخه دي لو كانت منقوعه شويه في ميه بملح وخل مثلا نص ساعه ولا ساعه ما كانتش اخدت نص ساعه على بعض. محدش طبعا بيشتري فرخه ويعملها على طول، بس انا قلت والله لا اتحدى واشوف رافال هتعمل معاها ايه. والله يا جماعه جميله، طعمها جميل، سواها جميل، شكلها جميل زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي بقى يا جماعه انا بركب الحله بتاعه القلي علشان او حطيت طبعا الورقه بتاعه ورق الزبده اللي جاي مع رافال، علشان طبعا زي ما انتم سمعتوا في اول الفيديو انا نفسي جدا اكل ممبار. والممبار ده ما حدش يفتكره محمر، ده مسلوق. بس انا عشان بزود الصلصه والطماطم والخضره والتوابل بتبقى غامقه شويه علشان يبقى جميل وطعم.
فبيبان معاكي ان هو محمر، لكن انا اول ما بيتسلق وبيقعد شويه في الهواء بلاقيه ما شاء الله لون الخلطه طلع كده من على الجلد. المهم يا ستي انا قلت علشان احمر الممبار اللي انا كان نفسي فيه جدا ده، دخلت الممبار على درجه حراره 200 لمده 5 دقائق، وبعدين طلعته عملته على الناحيه الثانيه بعد ما زمرت، ورحت حطاه 5 دقائق كمان، بقى ممبار محمر ويجنن كانك جايبه لتر من الزيت ومحمراه فيه. بصوا بقى فرق الشكل عشان بس ما حدش يفتكر ان وانا حاطاه مسلوق كان محمر. حلو وجميل وطعم وكأنك فعلا محمراه في زيت غزير. بجد رفال قوية، ده بديل ممتاز عن التحمير. نفسك تسوي حاجة محمرة، لا حطيها في رفال وبمعلقة زيت واحدة او نص معلقة كمان، هتلاقي نفسك حمرتي كمية كبيرة وهتشبعي وهتبقي مبسوطة جدا انتي والعيلة كلها. بصوا زي ما انتم شايفين كده، انا دخلت سمبوسة رشيت عليها زيت، دخلتها يا جماعة 5 دقايق 6 دقايق، ما بتاخدش وقت خالص، وهتطلعيها بعد 5 دقايق تعمليها على الوش التاني، تعمليها 5 دقايق كمان، كل وش تحطيه ترشي عليه زيت. شايفين المنظر؟ حتى لونها جميل، مش مثلا مقلحفه كده، هي كانت كريسبي من بره وطريه من جوه وتجنن. على كل وش 5 دقايق بس، عشان اكتر من كده ممكن الحشوات تطلع منها لبره. عايزه اقولك ان انت لما بتحمري في زيت غزير ممكن الجبنه تطلع منك وتلاقيها شاربه زيت كتير قوي وتتخن قوي قوي، لكن في الاير فراير رفال بصراحه يا جماعه كريسبي من بره طريه من جوه، الجبنه ساحت وبقت جميله. حتى لو في جبنه طلعت منها بتطلع في الورقه برضو، يعني ما بتنزلش في الزيت بقى وتتحمر وتتحرق. مصدقه نفسي. يوسف بتاكل ممبار يا سلمى الحقي. مقليه؟ يوسف بتاكل ممبار. والله العظيم جامد. لا انا اللي هاخد هي في الفيلا طالعه بعد اذنك. يعني ايه في الفيلا طالعه؟ في الفيلا مكتوب اسمك. ينفع الورك ده؟ ينفع الورك ده يبقى ناعم بالطريقه دي؟ ينفع ندوقه ليوسي كده؟ ينفع صح؟ حلو قوي. بصوا زبده زبده، لان طبعا ده دليل انها دخلت في العظم من جوه. هروح السمبوسه بقى. لا ابو قشطه لا. حد حط قشطه من ورايا يا جدعان ولا ايه؟ المباراة دي من حظي ومن نصيبي، معروفة. نحمد ربنا يا جماعه انها واحده. انتوا متاكدين دي مش مقليه؟ جامده قوي. مش ممكن والله يا جماعه، حلو قوي. بصوا عملت ده كله وتقدر تعمل قده 100 مره انا كمان. قلت لك كان اقتراحي الهايل. عيد الام لسه شويه صحيح، بس انا كده فرحانه من دلوقتي. معلش. هقعد فرحانه وراضيه عنكم يا ولادي من هنا لحد عيد الام. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. هسيب لكم تفاصيل رفال كلها في الكومنتات، ما تحرمنيش من كومنتاتكم الحلوه، ونشوفكم الفيديو جاي حلوين. باي باي.